ليه ممكن نلاقي شخص في القاهرة وواحد تاني في صوفيا وواحد في برلين وواحد في أمستردام وكلهم بيحلموا نفس الحلم بنفس الصورة؟ في الحلقة اللي فاتت قلنا إن الحلم المتكرر رسالة من اللاوعي لينا احنا لسه ما فهمناهاش. بس النهاردة حابين نسأل سؤال تاني أعمق. هي ليه الأحلام دي بتتكرر بنفس الشكل عند ناس ما يعرفوش بعض؟ أحلام سقوط، مطاردة، ضياع، عري. هنا كارل يونغ فسر ده وقال إن اللاوعي مش طبقة واحدة، في لاوعي شخصي وهو ده تجاربنا، التجارب بتاعتك انت، ذكرياتك، صدماتك، مخاوفك وحاجات جوانا احنا كابتنها، وده اللي بيخلي نفس الحلم معناه يتغير من شخص للتاني. وفي اللاوعي الجمعي وده أعمق لأنه مخزون إنساني مشترك جوانا كلنا. علشان كده في صور متشابهة بتظهر عند البشر مهما اختلفت بقى ثقافاتهم أو بيئتهم أو لغتهم أو أيا كان هم كانوا فين، بس بتلاقينا كلنا عندنا نفس الحلم. ستيف هيحكي لك نفس الحلم ومحمد هيحكي لك نفس الحلم، ممكن بنفس التفاصيل. عشان كده هنا زي ما كنا بنقول وهنكرر مرة تانية، السقوط مثلا في الحلم مش فشل، أحيانا بيكون فقدان للأمان. المطاردة مش خطر خارجي، غالبا بيبقى جزء جواك انت خايف منه. العري مش جنس، ممكن خوف من انكشاف، خوف من ضعف معين، لأن اللاوعي ما بيتكلمش بالكلام، بيتكلم بالصور. كانوا زمان في البداية لما ابتدوا من قبل حتى فرويد، ولما فرويد جه بدأ يحول إن كل الرموز رموز جنسية أو احتياجات احنا محتاجينها. ولكن انكشف بعد كده إن اللاوعي الجمعي بيشرح الحلم بيظهر ليه، لكن اللاوعي الشخصي بيشرح هو ليه بيظهر لك انت. وعلشان كده هنا السؤال الحقيقي مش الحلم معناه ايه، السؤال انت بتبقى حاسس ايه وانت جوه الحلم وبعديه. لان ناس كتير بيشوف حلم كله خوف بس بيبقى مستريح وهو جوه الحلم، وبعد الحلم ممكن يكون تخلص من حاجة كانت قلقاه. خلونا مع بعض في سلسلة الأحلام، هنكتشف حاجات كتيرة عن نفسنا وعن اللاوعي اللي بيحاول يكلمنا. أتمنى لكم أحلام سعيدة وأشوفكم على خير في الحلقة اللي جاية من سلسلة الأحلام مع حاتم راضي في Inside Out Therapy. باي باي.